زوجته على سريرة عارية تماما، دا تخونه مو يا واحد مو يا اثنين ثلاثة، دا يشوف نفسه هو عاري ويمارس المواء. طبيب أسنان متزوج 8 سنوات، لديه أطفال 2 ومتزوج وعايش حياة بسيطة وجميلة جدا. يذهب للدوام، يرجع ويلتقي بعائلته وكذا. إلى إحدى صباحيات الساعة 10:30 تماما، كان عنده موعدين بالعيادة، لغوا الموعد وياه. فيوم قبل هذا كان مرهق تعبان جدا، فقرر أنه يرجع للبيت من وقت. خلال ما رجع فتح الباب، لاحظ أن هناك صوت غريب، ضحكة لكن خفيفة، هناك أنين، هناك صوت تلفزيون عالي. في البداية قال أنه أنا تخيلت أنه أكيد عندنا ضيوف، لكن ضيوف بهذا الصباحية شاي. وهو دا يدخل أكثر، دا يشوف باب الهول مقفل، من يفتحها دا يشوف الطفل الأصغر قاعد يباوع على التلفزيون مقفول عليه الباب. عجيب. من لاحظ انه ماكو خطار والصوت دا يجي من الطابق العلوي، فهو بطريقة خافته وبسكوت صعد من الدرج الى الطابق الثاني. هذا اللحظة فتح الباب أو غرفة النوم، وإذا بصدمة زوجته على سريرة عارية تماما، دا تخونه مو يا واحد مو يا اثنين ثلاث أشخاص على سريرة ويا زوجته. بهذا اللحظة الرجل انصدم صدمة، انجمد من مكانه، قال ما كنت أحس برجليناتي، ما كنت أقدر أوقف، وعيوني دا تريد يجي البكي ودا أريد أصيح وأصرخ، ما دا أقدر. بدل ما هو يصرخ الزوجة قامت تصرخ. الثلاث رجال الموجودين، واحد منهم يحاول، أكو نافذة لكن بالطابق الثاني اتردد بالبداية، لكن بالأخير قفز يعني. والثاني أيضا والثالث استطاعوا الهروب بطريقة ما. الثالث متأخر شوي.